رمضان شهر فاضل، لكن أتدري الصدقة متى تتضاعف قيمتها وأجرها؟ عند حاجة المحتاج والفقير لها. إذا كانت حاجة الفقراء وحاجة الفقراء في شعبان أعظم من حاجتهم في رمضان. رمضان يجلس على موائد الصائمين ويفطر في المساجد، رمضان الكثير يتصدق، لكن قبل الكهرباء يبغى يسدده، الطعام يريد يهيئه، يريد أن يسدد القسط الذي حل عليه، البعض قد خلا بيته من الطعام. تعاهدوا المحاويج والفقراء خاصة من الأرحام في شعبان أكثر من رمضان. لما؟ لأن حاجة المحاويج غالبا أن يستقبلوا رمضان بطمأنينة وباستقرار نفس، يبغى يرتاح ويطمئن. تجي تقول يا أبو فلان قسط الشهر هذا بسدده، والكهرب سددناه، والبقالة سددناها، وهذه مقاضي رمضان، وهذه 1000 ريال في جيبك، ادع الله يجعلها خالصة واتركه واذهب، ستفيض عبرته وترفع أكفه يا رب يا رب، ويدعو لك، والمال ماله وأنت عبده، ولا منة لمخلوق، فالذي أعطاك هو الذي استقرضها منك. لذا أنا أدعو الجميع في شعبان تتبعوا المحاويج واكفلوا أولئك الذين تعثرت أقدامهم. إن جبر عثرات الكرام لا يستطيعه إلا العظماء، اللي لا يسأل، الذين لا يسألون الناس إلحافا. والبعض من الناس أكلت أمواله الديون، لربما خسر في تجارة، لربما أنفق ما بقي عنده في كفالة، كفل إنسان ثم سدد عنه ثم نفد ماله، فما وتلمسوهم. وأنادي صاحب الزكاة، الزكاة ليست في رمضان، الزكاة إذا حال الحول عليها تخرجها. قد يحول الحول فتكون في شعبان، وتكون في جمادى، وتكون في صفر. ولذلك لا يجوز لمن حلت زكاته في شهر قبل رمضان أن يؤجلها لرمضان بدعوى أن رمضان أعظم أجرا. آثم، هذا حرام عليك، لأنها واجبة على الفور. والزكاة طهرة تطهر بها المال. وكم واحد منا حل قال والله باقي 25 يوم يطلع رمضان بحطها في رمضان. الفقير هو المحتاج الآن، ثم إن الزكاة إذا حال الحول وجب إخراجها مباشرة. عجلها، واعلم يا من تخرج الزكاة أنها طهرة لمالك، لا كرم منك ولا نقول شكرا ولا منة. هذا ركن الإسلام. قرين الصلاة تخرجها دون أن تتجمل بها عند الفقير. والبعض يعطيه ياخذ 5000، مالك منه، المنة للفقير يوم قبلها، يوم قبلها بيض الله وجهه، حب خشمه يوم أخذها منك، لأنها إن بقت عندك لوثت مالك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إن الزكاة طهارة. لذلك نقول يجوز للإنسان عند رؤية حاجة المحتاج والفقير أن يعجل زكاته، مو بيأخرها. والحبيب أخذ زكاة مال عمه العباس رضي الله عنه، أخذها قبل حلولها بعامين لكثرة الحاجة في الصحابة فأخرجها. نحن نقول أخرجها معجلة، فكيف بمن يؤخرها، وكيف بمن يبخل بها؟ ولذلك نقول في شعبان يا أصحاب الصدقات تتبعوا المحاويج وأنفقوا عليهم في هذا الشهر المبارك. ولو لم يكن لشعبان فضل إلا أن الأعمال ترفع إلى الله لكفى شعبان هذا الفضل. هذا هو الرفع الختامي لهذا العام، هذا الرفع الختامي السنوي. وقد أكون فرطت أنا وياك من بعد رمضان الماضي إلى اليوم. جاء شهر شعبان، أكثر فيه من الطاعات، وأكثر فيه من الصدقات، وأكثر فيه من الصلوات، وأكثر فيه من قيام الليل، وأكثر فيه من الصيام، حتى تأتي إلى أول رمضان وتدخل هذا الشهر المبارك والنفس قد ألفت واطمأنت وسكنت. ومن أعظم ما يحبه الله من عباده أن يكرموا عباده،
وأن يرحموا عباده. من رحم عباد الله كانت رحمة الله له قريب. إن رحمة الله قريب 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 من المحسنين. ومن العبادات معاشر الأحبة التي تكون في شعبان تدريب البيت على قيام الليل. نعم، نحن نجتمع خلف إمام واحد في رمضان ونصلي التراويح ونصلي القيام، لكن حتى تألف القيام ابدأ فورا بصلاة الليل. قم من الليل ولو قليلا، صل ولو ركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 ركعة. تعود أن تقرأ ولو من القرآن في قيام الليل. ومن العبادات وأختم تلاوة القرآن، حتى سمى السلف الصالح شهر شعبان بأنه شهر القراء، فكانوا يختمون فيه إلفا للقرآن، حتى إذا ابتدأ رمضان كانوا يختمون في كل ليلة، في كل ليلتين، في كل 3. لا تستغرب، تراني أنا وياك نشوف الجوال كل يوم حول 5 ساعات، لو خليناها في القرآن ختمنا كل يومين. ما أعظم أن نقرأ القرآن مرتلا في هذه الأيام. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وبارك لنا في شعبان.